السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من مخططات رمضانية. حلقتنا النهاردة بإذن الله هتكون مميزة عن الحلقات اللي قبل كده. معانا ضيف عزيز جدا على قلبي، معانا إن شاء الله النهاردة بإذن الله شيخنا الفاضل. هتكون مفاجأة بإذن الله في بعض الأحكام الفقهية هنتكلم عليها إن شاء الله. معانا النهاردة سؤالين هنتكلم عليهم، بس قبل ما نبدأ في السؤالين هنرحب بضيفنا العزيز الشيخ محمد سعد المحروقي. أولا برحب بشيخنا الفاضل الشيخ محمد سعد المحروقي. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ محمد. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور. معانا يا شيخ النهارده سؤالين تعرضوا لنا في البرنامج، عاوزين نعرضهم لحضرتك النهارده وتجاوب عليهم. اول سؤال معانا النهارده ان شاء الله بيقول لك لو واحد بيسحر بالليل ويجي ساعه السحور او عند الفجر وهو بياكل او بيشرب والاذان اذن، ايه الحكم الشرعي في الحاله ديت؟ عاوزين نعرفها من حضرتك بالتفصيل. الحمد لله واصلي وسلم على رسول الله وبعد. في البدايه يعني انا سعيد ان انا معاك النهارده، وان شاء الله خطافات رمضانيه يكون لها اثر كبير ان شاء الله وتسمع يعني ويستفيد بها الناس في كل المجالات يعني. اما عن السؤال اللي حضرتك سالته اللي هو لو واحد بياكل وبيشرب اثناء اذان الفجر يعني وحب ان هو يكمل، هل ينفع يكمل ولا يمتنع عن الشرب او الاكل؟ هو ده السؤال مظبوط كده؟ تمام. طبعا يجب ان يمتنع فورا بمجرد ان يسمع الاذان، يجب ان يمتنع فورا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهناك علامات للفجر، وهناك مواقيت حددت من قبل علماء الفلك وعلماء الأرصاد. فاحنا مع الوقت مع التوقيت، حتى لو واحد ما سمعش الأذان خالص، لكن بمجرد أنه تيقن عن طريق الساعة إن مثلا الفجر مثلا وليكن بأذن 5 وكذا، مثلا 35 دقيقة، بمجرد أن تبدأ الساعة 30 دقيقة لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، فيمتنع فورا. هذا قولا واحدا يعني. الحكم إذا شرب أو أكل في هذا الوقت، هل يبطل صيامه وعليه القضاء أم ماذا يفعل في هذا الوقت؟ تمام. طبعا يبطل صيامه، لكن يجب عليه أن يمسك لحرمة الوقت، يعني لا يأكل ولا يشرب إلى أن ينتهي هذا اليوم، لكن عليه أن هو يقضي هذا اليوم بعدما ينتهي رمضان، لأن هذا صيامه غير صحيح. لأن من شروط صحة الصوم معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا. طرفي النهار يعني الفجر، دي الطرف الأول، والطرف الأخير اللي هو المغرب. فيجب ان هو ان يمتنع، ويجب ان هو ان يمسك بقية اليوم، وعليه القضاء في بعدما ينتهي رمضان. ممكن احد المشاهدين برضه يسأل حضرتك سؤال، يقول لك لو الاذان بيقول الله اكبر، هل يشترط في اول اذان ولا في اخر الاذان بالنسبه للموضوع اللي سواء كان في الفطار او في السحور؟ عاوزين نعرف برضه الحكم الشرعي ده. لا، بالنسبة للسحور بمجرد ان يسمع كلمة الالف، الهمزة، العلماء بيقولوا مع الالف يمتنع. وانا زي ما قلت لحضرتك مع التوقيت، مع التوقيت يعني حتى ممكن ما يكونش في اذان، ممكن المؤذن يتاخر شويه، ممكن المؤذن يحصل ظرف. نعم، مع التوقيت، مع التوقيت اللي هم العلماء حددوا. دي بالنسبه للايه؟ للسحور. كذلك بالنسبه للفطار ايضا مع التوقيت مع الاذان. لو المؤذن اذن مثلا وليكن المغرب مثلا بيؤذن الساعه مثلا 6:54 مثلا، يبقى والمؤذن التزم بهذا التوقيت، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي مدينة القاهرة مثلا، خلاص يبقى يبدأ المؤذن يقول الله أكبر، يبدأ الشخص يفطر مباشرة. ليه؟ لأن تحقق غروب الشمس. تحقق غروب الشمس، يبقى إذا تحقق غروب الشمس يجوز لك أن تفطر، بس تحقق يقينا، شفت الوقت أهو ومتأكد منه في المئة، أو ظنا سمعت المؤذن. كذلك إذا تحقق طلوع الفجر يقينا أو ظنا يجب عليك أن تمسك. في سؤال تاني معانا يا شيخ في حلقة النهاردة عشان ما نطولش على حضراتكم أكتر من كده. السؤال بيقول الأفضل في رمضان هل قراءة القرآن بكمية أكتر ولا لن أحفظ مثلا وليكن آيتين 3 في رمضان؟ سؤال مهم جدا بنتعرض له، عاوز حضرتك تجاوب عليه. هو مش أحفظ آيتين 3 يعني. هو طبعا لو في طلبة بتحفظ ومطلوب منها حفظ، مثلا بتسمع لمعلم، او طلبه بتحفظ علشان كليه مثلا او عشان حاجه زي كده، الحفظ اولى. ليه؟ لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل بينزل يعارض القران في رمضان، في كل رمضان ينزل يعارض، يعني يقرا عليه سيدنا محمد عن ظهر قلب القران.
فدي سنة النبي اهو. وكمان ده الأولى، لأن أنت عليك حفظ فتحفظ المطلوب منك. معاك وقت فاضي يبقى تبدأ بقى تعمل إيه؟ تقرأ القرآن. تمام؟ تبدأ تعمل إيه؟ تقرأ القرآن، تختم القرآن، تاخد ثواب ختم القرآن، وتدعي بعد لما تختم القرآن علشان خاطر الدعاء إن شاء الله مستجاب. ده مكان زي ما كان أحد الصحابة بيعمل، كان بيجمع أهله. أول ما بيختم القرآن يبدأ يجمع أهله ويدعو، ويسأل ربنا سبحانه وتعالى باللي يفتح ربنا عليه بيه. فالحفظ أولى، يقدم الحفظ. معاك وقت ابدأ اقرأ. يعني ممكن نجمع بين الحسنيين، يعني نحاول نحفظ بقدر المستطاع وبرضه يبقى معانا قراءة وليكن صفحة أو أي كمية نقدر نراها في اليوم بحيث نجمع بين الاثنين. بحب أشكرك جدا يا شيخ محمد على حلقة النهاردة، استمتعت معاك جدا، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية بإذن الله من أحكام فقهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.